هذه المرة عن الشوط الأول للقاء يسر أن يكون معنا الزميل عبد الله العمري الصحفي بجريدة الرياض. عبد الله أهلا وسهلا بك. كما هي حمى الانتخابات اليوم لم يترشح أحد في الشوط الأول. أول شيء مسي عليك أخوي خضير ومسي على السادة المشاهدين. الشوط الأول حقيقة يعني شاهدنا شوط أنا أعتبره يعني بشكل عام نوعا ما جيد. فعلا كان الشباب في سيطرة شبابية واضحة على مجريات أغلب مجريات الشوط الأول، بينما نلاحظ أن هناك اعتماد على الهجمات المرتدة السريعة للرائد، يسعون استغلال في ثغرات يعني كثيرة موجودة في الخطوط الخلفية بدفاعات الشباب، استغلال سرعة لناجي مجرشي وكذلك أحمد بناور والأسترالي دي كوستا. الشباب اتضح من الشوط الأول في اعتماد كلي عن طريق اللاعب حسن معاذ والنزول مع إبراهيم يتارا أو جبروف. هناك ثغرة واضحة في الرائد بجهة اليسرى من دفاعاته، يعني يجب أن يكون هناك تدخل من السيد ريكو جوميز لمعالجة هذه الثغرة. معظم خطورة الشباب أتت من الثغرة الموجودة في الجهة اليسرى. اليوم الرائد يعني أي نعم في أول مرة أعتقد يلعب يحيى في الظهير اليسار عبد الله. لا، سبق أنه لعب في يعني مباريات قبل، سبق أنه لعب في الظهير اليسار لأنه هو يجيد أكثر في متوسط الدفاع. الرائد اليوم أنا من وجهة نظري في أخطاء فنية من السيد ريكو جوميز، نفس الأخطاء تستمر. اللعب بثلاث محاور. الشيء المميز اليوم في الرائد هو حضور روح لاعبيه، شاهدنا روح مميزة من لاعبيه اليوم. كمان يجب أن نشيد بحمد الصقور وسلمان الخالدي. اليوم كان في يعني اختفت الأخطاء الدفاعية البسيطة التي كلفت الرائد النقاط المباراة. نتوسع فيها عبد الله، نودي نتحرك قليلا لتشاهد اللقطات على المونيتور معنا ونعلق عليها مع السادة المشاهدين. إن لم يلعب بثلاث محاور مع فريق كبير كالشباب، أنت انتقدته في المرة الماضية لأنه لعب مع الفيصل بثلاث محاور، هجوم ضارب للشباب، فكيف لا يلعب بثلاث محاور؟ هو يلعب ثلاث محاور، يلعب بثلاث محاور في ظل وجود عبده وعصام الراقي واحمد الخير. في بدايه المباراه عفوا عبد الله، هذا الهدف في الدقيقه 17 يحيى المسلم، تعتقد انه خطا تفاريس في الكره؟ هو خطا، ما انا اشوف ما في يعني كان ما في التغطيه الدفاعيه من دفاع الشباب، ما كانت حاضره في هذه الكره. الكره كانت اعلى من تفاريس، يعني كان يحيى المتواجد عند القائم الاخير لوحده. انا بس ارجع على ثلاث محاور، هو يلعب ثلاث محاور. احنا نشاهد احمد الخير يلعب على الجهه اليسار، فما يمنع انه يلعب حد الموجودين عنده بالفريق. الفريق الان في مجموعه كبيره من اللاعبين، المفترض انه يلعب حد اللاعبين اللي يعني يلعبون في الجهه اليسرى. عنده سعيد العيسى، عنده كذا اسم، يعني هو الان يلعب ثلاث محاور يعني. ولكن احمد الخير يؤدي على الجهه اليسرى، يحاول انه يسكر الثغره الموجوده عند يحيى مسلم. شاهدت فعل الرائد من الثلث الاول يحاول قطع الكره الشبابيه، حتى الدفاع متقدم. نعم، انا اقول لك في اخطاء كثيره الرائد، فانا هو اعتماد الرائد الكلي على الهجمات المرتده التي يقودها. يعني اليوم صراحه حقيقه نجم الشوط الاول انا اعتبر المغربي عصام الراقي، اجاد كثيرا في النواحي الدفاعيه وكذلك في النواحي الهجوميه. شاهدناه كثيرا هو من يحاول ان يصنع كره للمهاجمين، يحاول ان يكون ارتداد سريع، يعني يؤدي ادواره بشكل جدا ممتاز. لكن انا يعني وحتى الرائد متقدم 1-0 كنت متوقع ان الشباب يجيب هدف. واضح ان الشباب في يعني هدوء في الكرات بين اللاعبين، كان هناك يعني هدوء واضح باللعبه، كان في ثغره واضحه. يعني الشباب كثف من الهجمات من الجهه اليسرى وحقق مراده عن هدف عن طريق حسن معاذ. يعني شاهدنا لاعب ظهير زي حسن معاذ متواجد على قوس 18 في الرائد، فمعناته ان هناك في خلل موجود في الجهه اليسرى للرائد، ما يوجد